السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأهل تاريخي للمنتخب المغربي والمنتخب المصري لأقل من 20 سنة إلى كأس العالم المقامة بشيلي في شتنبر القادم. التفاصيل بعد الفاصل. تمكن إخوتي الكرام المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الوصول إلى دور النصف النهائي بفوزه على المنتخب السيراليوني، وذلك بصعوبة شديدة جدا، بهدف نظيف جاء في الدقيقة 115 من الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي 0 لمثله بعد أرضية رائعة من بيوم سعودي. وفي نفس الوقت لعب المنتخب المصري ضد المنتخب الغاني. منتخب الفراعنة أطاح بالمنتخب الغاني، وذلك عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد الانتهاء من الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حيث كان المنتخب المصري متقدما في النتيجة بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ثم بعد ذلك تعادل منتخب غانا بالنتيجة في الثواني الأخيرة من عمره المقابل. هدف الغاني الأول سجل بخطأ من حارس المرمى المصري. بهذا الفوز المنتخب المصري والمغربي ضمن الوصول والتأهل إلى كأس العالم للشباب 2025 الذي سيقام في تشيلي بين شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري. إذا إخوتي الكرام، مباراة مهمة تنتظر المنتخب المغربي ضد نظير المنتخب المصري، مباراة القمة، مباراة برسم النصف النهائي لكأس إفريقيا أقل من 20 سنة، مباراة قبل نهائي قبل الأوان يومه الخميس من هذا الشهر على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، و9 بتوقيت مصر والسعودية. ستنقل هذه المباراة الشيقة في بين سبور 6، وستلعب هذه المباراة بملعب استاد الدفاع الجوي 30 يونيو. إذن حظ موفق للمنتخب المغربي للظفر بهذه الكأس. في نظركم إخوتي الكرام، من سيفوز بهذه المقابلة؟ أشبال الأطلس أم الفراعنة؟ أم عن الخبر المفرح الثاني، تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من شراء نادي كرة القدم الإسباني في العاصمة مدريد. أشرف حكيمي بعد أن أصبح نجما وبطلا في الكرة، يبدو أن أشرف سيتجه إلى عالم المال والأعمال، أسوة بأسطورتي كرة القدم الحاليين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث اشترى أشرف حكيمي نادي خيتافي سيتي الإسباني الذي قضى فيه أغلب فترات طفولته قبل أن يغادره إلى ريال مدريد، بالتوفيق للمنتخب المغربي وكذلك لأشرف حكيمي. أصدقائي، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، واللايك اللايك تهمنا أكثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.